بنتايج ووكيله وفسخ العقد والزمالك. قصة كبيرة. الزمالك دفع جزء من مستحقات محمود بنتايج، مش كل المستحقات لكن نسبة بتأمن موقفه القانوني. يعني اللعيب ما يقدرش يفسخ عقده لانه خد جزء من مستحقاته. طيب محمود بنتايج وفقا لكذا حد في الزمالك شاري الزمالك وعايز يكمل ومش عايز يفسخ تعاقده. وكيله بقى وفقا لمصادر كتيرة بتؤكد ان وكيله عايز يفسخ تعاقده مع الزمالك بأي طريقة. وكيله عمال يطلع في تصريحات قوية وبيهاجم مسؤولين الزمالك بضرابين. بالك مسؤولين الزمالك يستحقوا المهاجمة الحقيقة يعني، ولكن وكيله مأفور الموضوع بشكل غير طبيعي وما زال مستمر في شكواه ضد الزمالك. اللعيب رجع وبيتمرن، وزي ما قلت لكم اللعيب شاري الزمالك، لكن وكيله يقلقك. وكيله شايف شوفه تانية كنت اتكلمت فيها من فتره، تفتكروا قلت لكم محمود بنتايج وكيله هيفسخ عقده تاني يوم هيروح فين. لكن الزمالك حتى الان في كلام عن تجهيز دفعه تانية لمحمود بنتايج عشان يقفل القصه تماما، لان محمود بنتايج لسه عقده مستمر مع الزمالك. زي ما بقول لكم وكيله شايف له شوفه تانية. العيب كل لعيب عند مجلس اداره نادي الزمالك اللي مش عارف يتصرف، مش عارفين يعملوا ايه. رموا الحمل كله على ارض اكتوبر وسابوا كل حاجه، خلاص رموها. قال لك هو ارض اكتوبر ما رجعتش وما اتحلتش، احنا مش هنتصرف مالناش فيه. لو رجعوا لنا الارض بندبدب في الارض نقول لك رجعوا لنا الارض. حاجه يعني مرار الصراحه. فربنا يستر، ربنا يستر والموضوع يعدي على خير، لان الوضع مش احسن حاجه. في حاله رحيل محمود بنتايج يبقى فاضل لنا مين في ناحيه الشمال؟ محمد فتوح. احمد فتوح حتى الان مستهتر. احمد فتوح ممكن بين اي لحظه والتانيه يبقى في حفله مهمه في اي حته يسيبك ويمشي. احمد فتوح اللي لازم يفوق. مفيش باك شمال في مصر. فتوح احنا رايحين كاس عالم، اصول وواجب تبقى انت باك شمال مصر الاساسي. افتكر نفسك من 3 سنين كنت شكلك عامل ازاي في الملعب، وبص لنفسك دلوقتي في الملعب انت عامل ازاي. فوق يا ابني، فوق قبل فوات الاوان. شوف عملنا كام فيديو نقول لك فوق وانت مش عارف معانا ولا علينا ولا انت موقفك ايه بالظبط. الماتش اللي فات الى حد ما كنت ماشي، ماتش على قد حاله. الماتشات دي تفوقك، ترجعك، تديك ثقه في نفسك، تخليك تلعب. كامل الاحترام لكل الاراء. انت لو واقف على رجلك وبتلعب كوره مفيش حد يقعدك مهما كان مين الاسم، مهما كان مين. لو لعبت كوره وفقت واشتغلت على نفسك هتلعب كوره، كورتك حلوه، لعيب كوره، فتفرق عن اي حد. لكن دي فيها مشكله كبيره. اتمنى انك تفوق قبل فوات الاوان. فوق لنفسك، تلعب مع فرقتك وتركز. انت راجل شلت شاره نادي الزمالك ده، اي حد يتمنى يشيل الموضوع ده، اي حد. فوق لنفسك، عندك كاس عالم تقدر تلحق نفسك، عندك كاس افريقيه جايه قريب جدا تدخل في الحسابات مره تانية بدل ما انت بقيت بره خالص. فوق يا فتوح، لان الزمالك محتاجك، منتخب مصر محتاجك، وانت نفسك ارجع لنفسك وفوق نفسك، لان الامور حواليك مش احسن حاجه. اتمنى اللي يفوق قبل كل ده مجلس اداره نادي الزمالك، والله قبل كل الليله دي كلها اتمنى ان مجلس اداره نادي الزمالك هو اللي يفوق بصراحه.